السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو جالك الفيديو متنساش تدعس اللايك المتين وتشترك في القناة عشان تدعم اخوك وحبيبك. طرب في الادغال. النهارده مدرب الاهلي بياخد الصدمة الاولى على وشه وبيلعب في بوروندي. طبعا راجل جاي من الدنمارك، جبنة والجمال والجو الحلو. لقى نفسه في بوروندي، درجة حرارة 27 والدنيا بتشتي، فالدنيا كانت صعبة قوي النهارده. الراجل النهارده عمل حاجة صح قوي، ان هو ما اتدخلش في التشكيل. ده تشكيل عادل مصطفى، واللي بادئ الطريقه دي عادل مصطفى، واللي قال له ان اللعيب ده بيلعب مكان ده عادل مصطفى. فالتغييرات ممكن تكون من يستروب. وان انا شفته اللي هو كان عايز يشوف كل اللعيبه. انت هتلاقي النهارده طاهر شارك، عبد القادر شارك، زيزو، تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، اليو ديانج. كل الناس يعتبر اغلبيه الناس شاركت. هو ما غيرش بس في خط الدفاع والباكين، وما غيرش مروان عطيه، انما هو غير كل اللعيبه. حتى محمد شريف اتغير، كل الخط الهجومي اتغير. الاهلي كان بادئ الماتش ب 4-3-3، مش 4-2-3-1، لا كان 4-3-3. بس تريزيجيه متحرك شويه، كان واخد وضعيه ان هو يتحرك في الملعب كله. كان زيزو يمين، بن شرقي شمال، ومحمد شريف فرود، ومحمد علي بن رمضان 8 بيمين ناحيه الشمال، وتريزيجيه زي ما قلت لك متحرك. الشوط الثاني ابتدى الراجل يشوف اللعيبه. انا شايف ان الماتش يعني الاهلي كان بيلعب على قد الجيم، اللعيبه لسه ما انسجمتش مع طريقه اللعب بتاعت الراجل، ولعيبه الاهلي كان في رعونه النهارده ممكن تخسرنا الماتش. تمام. دي من وجهه نظري. تاني حاجه نتكلم فيها بقى الا وهي ايه؟ تغييرات الراجل، حضور الراجل في الملعب. الراجل ما كانش واقف بيتفرج يقول لك لا والله انا لسه جاي بقى اتفرج براحتي واشوف واعمل كان بيوجه. هتلاقيه في الكولينج بريك قاعد يتكلم مع مروان عطيه، هتلاقيه كان بيتكلم مع محمد شريف في التحركات. وهنا انا هفرد، يعني محمد شريف ده انا جاي له في اخر الفيديو، استناني في اخر الفيديو يا شريف، انا جاي لك يا حبيبي. انا هفرد هنا بقى للراجل ده ان هو عنده شخصيه، بيتكلم بالراحه وبيحب يصاحب اللعيبه، وبعد الماتش مسلم على جميع اللعيبه. راجل شيك كده وهادي، ما بيزعقش كتير وبيوجه من بره. تمام. النادي الاهلي النهارده اداؤه كان ايه؟ كان سيء. اداؤه كان سيء لان دي الخطه اللي بتلعب من زمان، فاللعيبه تحس ان هي يعني انا مش عارف بقى، ده الجو والملعب، خايفين على رجلهم ما يحصل لهمش اصابات. انا مش عارف والله. نيجي بقى لحاجه كمان، وهي المعلم الكبير البوبس الهايل الرائع كابتن كفته محمد شريف. يا راجل انت فيرود، انت فيرود يا شريف، عصبتني. انت فيرود يا حبيبي، نازل ليه لاخر الخط الشمال؟ نازل ليه على الخط؟ نازل لنص الملعب يا حبيبي. الكره اللي اتلعبت لمحمد علي بن رمضان دي وقطم بيها قصدي لبن شرقي، وقطم بيها باللعيب كلفته في الارض وباصت لبره، دي لو انت موجود كنت جبتها جول. ما انت الفيرود يا ابني، ايه اللي رجعك ورا يا حبيبي؟ مش ممكن، مش ممكن والله العظيم ما ممكن. في النهايه يعني الاهلي النهارده كان اداؤه زفت. لسه اول ماتش للراجل، ما نقدرش نحكم عليه. هو ساب عادل مصطفى يدير، واعتقد يعني ان عادل مصطفى وراله كل اللعيبه في الملعب. بس انا شايف ان تريزيجيه وزيزو وبن شرقي يتحطوا مع بعض في الملعب ده كارثه. ده ما يتعملش بصراحه، مش ما نجحتش مع الاهلي خالص. في النهايه نوصل لتقييم اللعيبه. محمد الشناوي يعني اديله 7/10، كل اللي جه عليه كان فايق له النهارده. ياسر ومرعي 7/10. كوكا 6/10. محمد هاني 9/10، عمل ماتش حلو قوي محمد هاني. مروان عطية برضو 8/10، عمل ماتش كويس. محمد علي بن رمضان 6 وفوق، لان انت الشوط الاولاني كنت جامد قوي، الشوط التاني ايدك قل قوي. تريزيجيه ياخد 5/10. زيزو 5/10. بن شرقي 4. محمد شريف من 10. ونزل جراديشار، مستر جراديشار المندوب هديله 2 هياخد 3/10. عبد القادر كام لمه وكام باصه؟ 3. طاهر 3. بصراحه الاداء ما كانش عاجبني النهارده. بالتوفيق لينا في اي مباراه جايه. ولو وصلت لاخر الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. سلام.